المعالج اتساب على الرف وكل ظن انه راح، بس الحقيقة الوحش ده لسه صاحي ومستني اللحظة اللي يكسر فيها القاعدة. الرايزن 5 3600. تعالوا نشوف ليه. في الفيديو ده هنشوف المواصفات الحقيقية، اختبارات الالعاب وانتاج اعدادات الرام والبايوس عملية ونصائح كسر سرعة امنة، وفي الاخر هقولك تشتريه ولا لأ في 2025. فاتأكد انك هتكمل الفيديو للآخر عشان تعرف المعالج ده اصلا يناسبك ولا انت عايز حاجة من انتل. مواصفات المعالج ده باختصار انه جاي ب6 كور 12 ثريد، دي نقطة ممتازة جدا. تردد البيز بتاعه حوالي 3.6 جيجا هرتز، والبوست بيوصل لغاية 4.2 جيجا هرتز. المعمارية اللي مبني عليها هي زين 2، ودي ممكن الناس تشوفها لا انا مش عايز معمارية قديمة. بس النقطة اللي بعدها هتغير لك وجهة نظرك. الميموري كاش حوالي 32 ميجا. الاستهلاك الواط بتاعه مفروض انه 65 واط، بس لو انت عملت له كسر السرعة ممكن يعلى شوية. بيدعم PCI 4، ودي نقطة مهمة جدا لان اخوه الكبير اللي هو ال5500 مش بيدعم النقطة دي. بيدعمها على اللوحات اللي بتدعم النقطة دي او PCI 4 زي X570 B550. الارقام دي مش مجرد ارقام، يعني 6 كور وال12 ثريد مع زين 2 معناه ان المعالج كافي جدا في الالعاب والمهام المتزامنه الخفيفه المتوسطه. الكاش بتاعه كبير بيساعد في حالات الضغط وفي اوقات تعدد المهام، وب65 واط دي نقطه كويسه جدا لان استهلاك كويس بالنسبه للاداء بتاعه. انا اختبرت على المواصفات دي. البوردة كانت B550 32 جيجا رام مع كارت لسه نازل السنة دي. انت مش اصلا ممكن انك ما تتخيلش ايه هو الكارت ده. الكارت ده هو ال9060 XT. هتقولي ازاي؟ اكيد كان عامل معاه عنق زجاجة، بس احب اقولك ان الكارت ده اصلا كان مستهلك فوق 90% في تجارب الالعاب. فخلينا نشوف الفريمات كانت عاملة ازاي. النتيجة العملية كانت على 1080p والهاي او الالترا كمان. التجربة محسوسة. فرق فريمات ثابتة، تسارع سلس في الالعاب CPU باوند اللي هي العاب الشوتر، تحسين سرعة الرام وفهم الموضوع للBPO، يعني فريمات ملحوظة مهمة مع الكروت المتوسطة. ال3600 مش معاق، هو اللي غالبا هيحمل التجربة كاملة ويشغل لك كل اللي انت عايزه من غير اي قلق. اهم نصيحة تقنية: خلي الرام شغالة على ملف رايزن. يعني ايه؟ هنا في معالجات رايزن اللي هي تحت ال5600 وحتى يعني ال5600G، رايزن بتحب الدول الشانل. يعني انت ما تجيبليش رامة واحدة وليكن 64 جيجا وتقولي انا كده هاخد الاداء الكامل. حتى لو من 5 ل10 فريمات فده هيفرق معاك جدا جدا جدا. يعني ايه؟ يعني انت لازم تجيب رامات دول الشانل، ومش بس كده لازم تتأكد اللي هي ترفع XMP مع رايزن، تكون شغالة على ملف رايزن. ولو فعلتها XMP أو DOCP على حسب الموجود عندك في البورد تستفيد جدا من سرعة الرام 3200 ميجا هرتز، وهي دي نقطة القوة ونقطة ممتازة. ولو راماتك بقى يا سلام لو 3600 ميجا هرتز. جربها بس اتأكد من النقطة دي انك تكون مراقب التايم منج. في البايوس شوف لو عندك خيار XMP ممكن تلاقيه بالاسم ده وممكن تلاقيه باسم DOCP. الاختبار التردد، فعل الخيار ده، وكمان فعل البريسيشن بوست اوفر درايف اللي هو BPO لو عايز دفعة تلقائية مع حدود حرارة وطاقة مرنة. لو عايز OC او كسر سرعة، لو عايز OC يدوي ابدأ بزيادة CPU كور فولتج بس واحدة واحدة. وده طبعا لو عندك بوردة بتدعم الكلام ده.
يعني يستخدم السلاسل السالبة اللي هي من -5 لغاية -15 لكل CCX لتحسين السنجل كور بريفورمانس دون رفع الفولت العالي تحت حمل كامل مع تبريد مناسب. درجات الحرارة هتكون ضمن الحدود لو هتعمل كسر سرعة. حضر تبريد أقوى، يعني مثلا جيب تبريد هوائي قوي مترخصش في التبريد لو انت تعمل كسر سرعة. وراقب الباكج باور في ال HWINFO، وليكن هدفك انك ما تتخطاش الحدود للوحة الأم أو للتبريد. لو لقيت الثيرمال ثروتلينج يعني عدل المنحني أو زود التبريد. لو عايز دفعة بسيطة بدون مخاطرة كبيرة فعل ال PPO وخلي الليميتس على BBT TDC EDC حسب تبريدك لو هتعمل كسر سرعة يدوي أو OC. خطوات بسيطة هتخلي فيه زيادة تدريجية للتردد الأول كور وزائد واختبار استقرار. يعني خد وقتك، مفيش حاجة اسمها كسر سرعة سريع ومضمون، لأن انت ممكن تبوظ المعالج أو تحرق البوردة بكسر سرعة لو انت مش عارف تعمله وعايز حاجة سريعة. يعني عملت مثلا في 10 دقايق وهو بياخد في نص ساعة. انت في الفيديو ان شاء الله بعمل فيديو عليه انك ازاي تكسر سرعة المعالج في اقرب وقت. يعني استقرار البرايم 95 او CBR 23 بعد كل خطوة، ده اهم اختبار استقرار. لو انت لاعب بميزانية متوسطة، صانع محتوى مبتدئ متوسط، او عايز جهاز قوي من غير ما تدفع كتير، الرايزن 5 3600 لسه صفقة منطقية لو لقيته بسعر كويس. لو شغلك ريندر ضخم او تحتاج انوية كتيرة، فكر اكيد في انتل، حاجة من فئة الكي. فكر في معالجات احدث من AMD بعدد انوية اكتر. 3600 مش مجرد رقم في جدول مواصفات، ده معالج للشغل، لان ده معالج هيشيل اي دوشة حواليك بقى. مش عارف معالج بتاع قديم مش عارف ايه، لا المعالج ده مفيش الكلام ده منه. وهو لسه صاحي وانت قدام قرار يا تسمع الدوشة او الضوضاء او تسمع الحقيقة. لو عايز اعمل فيديو مقارنة بين ال 3600 وال 12400F او ال 5600 او معالج من i5 بنفس فئة 3600، اكتب لي في كومنت تحت واعمل لايك واشتراك، لان اللي جاي اغرب. سلام.